العالم الراجل ده المرة دي اتكلم في بيان رسمي ونزل تويتر العالم كله بيقول لهم فيها ان هو خلاص هو 100% كده لازم ان احنا نستعد كلنا كعالم. طب نستعد ايه؟ نستعد للنهاية. قال ان الاولى والتانية كانوا حاجة والتالتة اللي جاية دي حاجة تانية خالص، لأن في تطور رهيب في كل حاجة، فرد الفعل للعالم كله هيكون مختلف. على الوطن العربي إنه يصحى. السلام عليكم. لو كنت فاكر إن الموضوع عند إخواتنا بس، أحب أقول لك لا، الموضوع ملطوط فيه الوطن العربي كله. الخطة بتاعتهم مش اللي أنت شايفها دي خالص، الخطة بتاعتهم أخبث من كده بكتير. ده غير إن الراجل ده خلاص يعتبر على وشك إنه هيتدخل رسمي، والأعمدة بتاعت العالم كلها خلاص بتستعد. وأقول لك كمان إن أنت في أي بلد أنت ملطوط في الخطة دي، وهقول لك إيه هي. الصحف العالمية كلها بتتكلم عن خبر مهم جدا، وهو خبر اطلقه حلف الناتو بينضم لامريكا. من ساعه ما صحينا الصبح واحنا شايفين بيانات غريبه من دول اوروبا بالكامل. اولا عندك حلف الناتو، الامين العام لحلف الناتو النهارده قال كلمه ونزل بيان ان الحلف بالكامل خلاص متضامن مع امريكا وهيقدم الدعم الكامل لامريكا. فالسؤال من الصحفيين كان ليه؟ وليه ايران؟ قالوا ببساطه احنا مش هنسمح ان ايران تمتلك النووي. ليه؟ قال لك علشان ايران عندها توجهات معينه واحنا مش هنسمح بيها. وفي نفس الوقت فرنسا بدات تسمح لامريكا باستخدام القواعد الخاصه بها في الشرق الاوسط. مش كده وبس، سخرت جميع الامكانيات الفرنسيه وجميع القدرات الفرنسيه وقدمتها لامريكا. يعني بمعنى اصح فرنسا دلوقتي كانها بتقول لامريكا الجيش بتاعي في الشرق الاوسط اللي موجود اي قاعده ليا هي بتاعتك. عشان بالفعل الطيران الامريكي وطيارات تزويد بالوقود وكل الامكانيات اللي انت كنت بتشوفها بدات تتوجه للقواعد الفرنسيه. ده مش كده وبس، ده كمان بدات المانيا تقول ان هي كمان متضامنه مع امريكا وهتقدم الدعم الكامل لمواجهه ايران. عندك مثلا دوله زي ايطاليا اللي احنا اتعودنا من بدايه الموضوع كانت بعيده عن اي موقف، فجاه ايطاليا بدأت تبعت الأسطول بتاعها علشان لما حصلت مشاكل للقاعدة الأمريكية اللي موجودة في قبرص، فراحت إيطاليا النهاردة بدأت إيطاليا تبعت الأسطول بتاعها لحماية قبرص. ده اللي اتقال عشان إيطاليا عايزة قدام العالم أنا ماليش دعوة باللي بيحصل، أنا كل اللي بعمله إن أنا بحمي قبرص. لكن فجأة كده أنت لقيت العالم كله وحلف الناتو، دول الأوروبية بالكامل، كل ده بيعلن إن هو متضامن مع امريكا. طب اللي يغيظك بقى ايه في الموضوع؟ ان هم بيقولوا ان هم مش عايزين ايران تمتلك النووي. فكان السؤال طب ليه؟ قال لك ببساطه عشان ايران ليها توجهات. يعني انت المفروض انك بتقول انك مش عايز دول تمتلك النووي في الشرق الاوسط زي ايران، ماشي ما عنديش مشكله. طب ليه اللي ما يتسموش برضو عندهم نووي؟ الامور بدات تستقر الى حد ما في دوله مثلا زي قطر. قطر بدات تبعت للمواطنين وللمقيمين ان الامور خلاص شبه استقرت، كل حاجه هترجع زي ما كانت، الشغل هيبدا يرجع. لكن لحد ما الامارات لسه شويه، يعني لسه الامارات ما وصلتش لحته ان هي تقول خلاص كل حاجه ترجع زي ما كانت. ولكن زي ما قلت لك ده كله على القواعد، الموضوع بعيد كل البعد عن المواطنين. ولو حصل حاجه اصلا لمواطن ده بيكون عن طريق الخطأ، يعني بتكون شظايا استهدفها الدفاع الجوي مثلا لمسيره او لصاروخ او ايا كان، فبالغلط بتيجي شظايا على مواطن كان موجود في حته مكشوفه، وهي الحكومه بتبقى منبهه ان محدش يقف في حته مكشوفه. لكن لحد دلوقتي الحمد لله الامور بتبدا تستقر شويه. الناس اللي هي المغتربين بداوا يبعتوا رسائل ان احنا الحمد لله الامور بدات تستقر عندنا، فربنا يرجع الناس دي بالسلامه اهاليها. بعد اللي احنا شفناه ده من توجه ان اوروبا بالكامل بدات خلاص تتضامن مع امريكا، ما اعتقدش ان الموضوع هيطول الا لو الصين وروسيا دخلوا على الخط. ساعتها اقول لك ان ايران هنا هيبقى عندها نفس طويل. لكن بوجود اوروبا بالكامل مع امريكا ما اعتقدش ايران نفسها هيكون طويل، بالذات طالما حلف الناتو بدأ يخش في الموضوع. معرفش الحقيقة التوجه الأوروبي رايح لحد فين، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إن أمريكا طالما قالت حاجة أنت هتلاقي دول أوروبا بالكامل ملتزمة بيها، حتى لو في الأول قالوا لأ أو مش لأ، باستثناء أسبانيا. إسبانيا من الدول اللي هي تحس ليها سيادة خاصة لوحدها. سؤال ليك أنت، شايف الموضوع هيطول ولا شايف إن طالما حصل كده تدخل من حلف الناتو إن الموضوع خلاص هيخلص؟ استنى إجابتك.